راس الموقع بكفر الشيخ الدم بقى ميه. هابيل وقابيل في كفر الشيخ. ابراهيم يعني كان يفقد حياته لولا العنايه الالهيه انقذته من الموت لغايه دلوقتي، لكن حالته العامه غير مستقر. ابراهيم شاب زي ما بيقولوا كده كافي خير وشره، كل همه انه ياكل ويشرب ويعيش في امان مع اولاده، لكن ما امنش خلاف او يعني مشاكل اخرين، رغم ان هم ولاد عمام مع بعض، الى ان يعني بسبب خلافات الري انقض على ابن عمه على حد وصف الاسره ضربا بسيف، والان يركض ابراهيم داخل قسم العنايه المركزه وحالته العامه غير مستقره. تعالوا متابعينا ومتابعينا جوه التلفزيون نشوف ترند، نسمع ونتكلم ونشوف قصه كامله من عمته وابن خاله. بنرحب بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا دعواتنا من القلب ان ربنا يشفيه ويعجل بشفائه يا رب، ويعني يكتب له السلامه. كل اللي يسمعنا يدعي له يا رب. ايه اللي حصل يا حاج؟ والله انا كنا نايمين واتصل بينا احمد ابراهيم اللي هو في الحبس دلوقتي، اتصل بابني قال له لو سمحت ممكن اروي مع وانت بتروي، فقال له مش عارف خليني اسال اللي زارعين الارض لان ده يعني مش هيرضوا اكيد، يعني هيروا لك بالجاز من عند. هل هو له حق في الري ولا ملوش حق في الري؟ لا ملوش. المتهم ليس له حق في الري في هذا المكان. تمام. لا ملوش. تمام. اتفضلي يا فندم. تمام. فقال له والله لما اسال ايه الناس، فبيتصل بيهم قالوا له يا عم هيثم ده منعنا من الري وسدد المواسير، وقاعد جايب ناس من الأنطرة ومن ناس من البلد والكلام ده، وقاعدين بشون وجايبين بندقية آلي، وواحد ماسك بندقية رش، وانا ابني اتضرب في دراعه بالبندقية رش، وماسك بندقية رش، وعاملين عمايل وحشه قوي، محدش قادر يتحرك من مكانه. فانا اتصلت بابراهيم قلت له يا ابراهيم اوعى يا حبيبي، المجني عليه دلوقتي. قلت له يا حبيبي اوعى تتدخل لان هو قاعد هناك. قلت له يا حبيبي اوعى تتدخل، هم بيجروكوا الكلام ده. قال لي يا عمتي ما انت عارفاني انا ماليش في الكلام دوت، انا ماليش دعوه بيه. قلت له ايوه يا حبيبي ربنا يكفيك شرهم، ودي مش اول مره، ده هم على طول يعني السبب اتعدوا عليهم كتير عليهم وعلى غيرهم، يعني على طول مشاكلهم. انا سبت بيتي وارضي وخدت ابني اللي ما عنديش غيره وسبت لهم البلد كلها بسببهم، بسبب متهمين. قلت بدل ما ابني يروح فيها لا تغور الارض والبيت وانجب ابني، وبرضه مش سايبينه في حاله. فقلت له ايه يا هيثم ما تروحش يا بابا عشان ايه الموضوع ما يكبرش، هم ايه عايزينك انت، ضربوا قبل كده ابراهيم وابنه عايزين يضربوك انت لو جرى لك حاجه احنا مالناش حد. فقال لي طيب، وبعدين على الساعه 3 كده قال لي لا دول مش راضيين يمشوا يا ماما، انا هروح بس هحل ايه الموضوع، مش هعمل مشاكل ولا هنتخانق ولا هنعمل. رحت مكلمه ابراهيم قلت له يا ابراهيم خليك على الحياد وما تتكلمش، هيثم هيحلها. وكلمت ولاد عمه وقلت له ايه روحوا معايا يا حبيبي عشان ايه ما تحصلش مشكله. فهو هيثم رايح كده طالع من العربيه، راحوا مضربين نار، جت طلقه في ايده وشتموا ولاد عمه والكلام ده، وراحت قايمه الخناقه. راحوا مضربين ابراهيم، بس هم كانوا جايين يعني هم ناويين بس بيجروهم لان جايبين شوم وساطور وبندقيه آلي وبيجروا ابني من البيت من كفر الشيخ. فراحوا يا حبيبي ضربينه بالساطور على دماغه. ابني عنده انهيار عصبي. بسبب ايه؟ بسبب شاف ابن عمه كتير حاول الضربه، اتضرب على راسه في ذات الضربه، وشاف دماغ ابن عمه من جوه، ووقع ابن عمه وكلمني قال لي ابراهيم مات، بقينا نرقع بالصوت، قال لي مات خلاص، هو افتكره مات وهو ميت. استغفر الله العظيم. وهو واقع بيضربوه بالشوم، يعني ما رحموش حتى. بيضربوه، انت عارف ما نجهوش من ايديهم، ما نجههمش من ايديهم، هم ناس رايحين عايزين يحلوا يراضوا، فلا معاهم سلاح ولا معاهم حاجه، ولا ابراهيم معاه سلاح ولا معاه، والا كانوا ضربوه. لكن دول مستعدين ناويين على شر، نزلوا فوقيه ضرب كمان بالعصيان، ومكسرين جسم ابني بالشوم، مش قادر ينام من الضرب.
كلمني كده يا استاذنا طبعا، يعني عرفت نفسك كده وكلمنا عن القصه بالظبط ايه. انا صلاح خلي المبني عليه. خالد ابراهيم الله ربنا يشفيه. تمام. شايف ايه اللي حصل وعايز تقول النهارده لابراهيم الله يرحمه يا ربنا يشفيه وتقول للمتهمين ايه؟ ربنا يشفيه. قل منهم لله. منهم لله. حسبي الله ونعم الوكيل. لما يبقى شاب زي ده لا له مشاكل لا حد ولا له في اي حاجه الا شغله وتجارته. له ابوه مريض تعبان عنده جلطه هو اللي قايم بيه، وكان قاعد في نفس المستشفى دي شهر بابوه. لا رحموه ولا رحموا ابوه. ناس رايحين في الارض قاعدين بسلاح وسكاكين وشوم، وبعد ما يضربوا ينزلوا عليه على دماغه بالشوم كمان. دكاتره خايفه تتدخل جراح، اصل مش نزيف واحد ده يجي 5. يركض ابراهيم داخل قسم العنايه المركزه. الوعي نسبه الوعي عنده 5 على 15. لا فقد الوعي خلاص. 5 على 15. قابيل وهابيل في كفر الشيخ. متابعينا ومحبينا في كل مكان، متابعين موقعات خصوصا شوف ترند من محافظه كفر الشيخ. دمتم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. بتبكي؟ بتبكي؟ طبعا. ده اختي سايباه امه عنده 4 سنين. امه متوفيه وهو عنده 5 سنين. ليه؟ ليه ليه بالاسوديات؟ ليه مش بالاسوديه؟ اول مره يضربوه، مش اول مره. ليه بالاسوديه؟ ده كل اسبوعين 3 في الغيط ضاربينه كتير. ويروحوا يصلحوه ضاربينه